انا بمر باسعد ايام حياتي اقسم بالله. اسرائيل بتتضرب والاهلي بيتغلب. ايه الحلاوه والطعامه دي؟ فلوسك ضاعت على البلالين يا بيبو. جبت بفلوس الاهلاويه حرنكش. اللعيبه ديت اول ما تنزل مطار القاهره بيبو هيكون مستنيها هناك، هياخدها ويسرح بيها بقى في سوق الجمعه والاتوبيسات والمترو، ويفضل بقى ينادي لعيبه قديمه للبيع. قال لك ايه؟ قال لك قبل كل شيء يا حضرات الارزاق على الله. لا معايا واحده بترقص ولا واحد بيغني. قال لك بدل الحاجه للحكام والتخبيط على البيبان والنبي يا ام فلان والنبي يا ام علان، لعيب من دول يبيتك كسبان بدل ما تبات الليله خسران. اللعيبه دي مش مسروقه ولا ورق جمارك، دي لعيبه نادي كان مليان اصبح غلبان ما عندوش دكان بعد ما حط فلوسه عند ريان. وصلي على رسول الله، اشتري مني يا بيه لعيب ولو بجنيه. خد زيزو وامام وعليهم كمان وسام. معايا بلالين بتشيل التين، معايا لعيبه مكسحه وخسرانه ومروحه. عندك الكركبه بشتري من المعلقه لحد المرتبه. اي كركبه اي بيرجع اغيب وارجع الم الكراكيب. اي كركبه. اسمع يا بيبو، مفيش نادي في الوطن العربي هيشتري منك لعيب لانكم كشفتوا وكل انديه الوطن العربي عرفت ان النادي الاهلي ما بيكسبش في فريق كوره. النادي الاهلي بيكسب بالورقه والقلم. النادي الاهلي اصلا ما عندوش فرقه كوره. النادي الاهلي عنده شركه انتاج بطولات وهميه، وصفاره الحكم في جيب محمود الخطيب. ايوه يا سيدي عبد الحفيظ، انتوا ما عندكمش اساسيات الكوره، دي منظر لعيبه عندها اساسيات كره القدم اصلا. عايز اقول لك حاجه يا سيدي عبد الحفيظ، انتوا لما فكرتوا تطلعوا بمظهر مشرف في كاس العالم للانديه، النادي الوحيد اللي فكرتوا تاخدوا منه لعيبه علشان عارفين ان هو بيكسب بمجهوده وباللعيبه بتاعته هو نادي الزمالك. بس نسيتوا يا سيدي عبد الحفيظ ان اللي يقلع تيشيرت الملوك ويلبس تيشيرت الذل والعار يستاهل الضرب بالنار. البس عشان خارجين، ولا اقول لك البس عشان جايين. سلام يا ليفا.